السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوقت كتير يا عزيزي المشاهد بتيجي تشتري فلاشة وبعد ما تشتريها تفاجئ انها جابت لك ديسك رايت بروتكشن او نو ديسك، وده بسبب حالة من الحالتين. تمام، اول حالة ان الفلاشة دي تقليد مش اصلية، وتاني حالة ان الفلاشة دي مساحتها وهمية، مفيش سبب تاني. تمام، ولكن في الفيديو ده انا هقول لك ازاي تشوف حل من الحلول دي، وهنعمل فيديو مستقبلا للحل التاني. وفي الحل اللي احنا هنشوفه في الفيديو دوت هو المساحة بتاعة الفلاشة، وده يعني بسبب كبير ان هو ده اللي بيبوظ الفلاشة بشكل اساسي. تمام، طيب ازاي تتستت الفلاشه او تختبر الفلاشه هل مساحتها دي وهميه ولا لا؟ ببساطه جدا ممكن اقول لك ان انت تجهز داتا معاك وتنقلها على الفلاشه، ولكن ده هيبقى امر مضحك جدا يعني. ولكن انا هنا معايا فلاشه، فخليني اوصلها واقول لك ازاي تستتها التستته الصح. فخليني اوصلها وارجع لك تاني، وعقبال ما اوصلها استناك بعد الانترو. طيب يا عزيزي المشاهد، ورجعت لك بعد ما وصلنا الفلاشه، وايه رايك في الانترو باي ذا واي يعني؟ تمام، اول حاجه خلينا نشوف الفلاشه بتاعتنا. زي ما انت شايف الفلاشه بتاعتنا هي دي. تمام، اول حاجه عايزين نشوف كده الفلاشه دي هي 8 جيجا ولا ايه نظامها يعني، ولا بتضحك علينا وهي 2 جيجا في الحقيقه؟ تساؤلات كتير. تمام، ولكن طبعا مش هقول لك ان انت تجهز داتا وتنقلها عليها، اكيد لا. عايزك تخلي معاك على طول برنامج اسمه فالي درايف. تمام، بالشكل دوت كده هتكتب في السيرش بتاع جوجل فالي درايف. تمام، وانا هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن يعني ما تقلقش، وهتفتح اول لينك يظهر معاك بالشكل دوت كده، وبعد كده هتنزل تحت شويه لحد ما تلاقي كلمه داونلود. اين ذهبت كلمه داونلود يا رجل؟ تكسفناش بقى. تمام، كلمه داونلود اهي. تمام، حاططها في مكان يعني ايه غريب جدا. تمام، وزي ما انت شايف البرنامج هينزل معاك بالشكل دوت كده، مساحته 100 كيلو بايت. خلينا ناخد البرنامج دوت كده على الديسكتوب بالشكل دوت كده. اول حاجه هتفتح البرنامج، وبعد كده هتكتب تشيك يو اس بي درايف. اول حاجه عايزك تعملها اللي انت تشيل الفلاشه وتركبها تاني، او بالمعنى الاصح لما تفتح البرنامج دوت تكونش الفلاشه متوصله في الجهاز وتبدا ان انت توصلها تاني في الجهاز. فانا هقوم اوصل الفلاشه في الجهاز وهرجع لك تاني، او بالمعنى الاصح هقوم اشيلها لان هي اوريدي متوصله وهركبها تاني عشان الفلاش يقراها. وزي ما انت شايف درايف ديكليرد سايز 8 جيجا 28 يعني. تمام، وزي ما انت شايف الديفايس ليتر اللي هو الاي اللي هي الفلاشه بتاعتك. كل اللي هتعمله هنا اللي انت هتدوس على فاليديت ذيس درايف. تمام، وهيبدا يعمل ريد ورايت عليها كده بالداتا كلها. تمام، هيشوف هل الفلاشه دي فيها جزء مش مظبوط او فيها حاجه بايظه. تمام، ولو فيها حاجه بايظه او بالمعنى الاصح فيها مساحه وهميه، تمام، هتلاقي ان هو جاب لك هنا نقط حمراء. لو جاب لك نقط حمراء اعرف ان الفلاشه اللي معاك دي مضروبه على طول، ما تشتريهاش نهائيا، او روح رجعها. تمام، او ولع فيها حرفيا، او تروح تشوف الفيديو اللي انا قلته لك، ولكن اعمل حسابك ان الفلاشه دي مساحتها هتقل. تمام، فزي ما انت شايف هنسيبه لحد ما يخلص التيست بتاعه. وخلي بالك ان سرعه البرنامج او سرعه التشيك بتاعه الداتا بتاعه البرنامج بتعتمد على سرعه الفلاشه. والفلاشه اللي معايا دي هي فلاشه مش حلوه اصلا، هي فلاشه سيئه جدا، ولكن يعني هي ماشيه الدنيا وما بتقولش لا. تمام، فزي ما انت شايف هي سرعه الريد والرايت بتاعتها قليله جدا، ولكن انت هتسيبه هنا لحد ما يخلص الفول تشيك. وخليني ارجع لك بعد الفول تشيك. خلي بالك ان هو هياخد وقت شويه حلوين حسب الفلاشه يعني. انت لو فلاشتك سريعه هتلاقي المربعات الخضراء دي شغاله ايه، فاهم، اللي هو زيو 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 كده. تمام، ولكن احنا هنسيبه اللي هو يخلص عادي جدا. وزي ما انت شايف يا عزيزي المشاهد اول ما يخضر معاك كله كده وكل المربعات تخضر معاك تعتمد الفلاشه دي، وكده الفلاشه دي زي الفل وتعتمدها، وكده مش هيبقى فيه اي مشاكل. زي ما انت شايف كله زي الفل، فكده يعتبر كله في السليم التمام. كده اكزيت، كده انت مش محتاج البرنامج دوت تاني، وتبدا تستخدم الفلاشه دي عادي جدا. تمام، وببساطه جدا تكون انت كده هربت من حوار الفلاشات المضروبه. وخلي بالك الموضوع دوت خصوصا الفلاشات ال1 تيرا ولا 2 تيرا ولا 4 تيرا، مفيش الكلام ده يا جماعه، محدش يضحك عليك. الفلاشات دي كلها هتبقى 2 جيجا او 1 جيجا في الاخر، وده كلام يعني خدوا مني ثقه عمياء. ما اظن لا خدوا ثقه عمياء. كده نكون جينا لنهايه الفيديو. ما تنساش لايك والسبسكرايب الجميل، وتقول لي في الكومنتات الفلاشه بتاعتك تمام ولا فيها مشاكل، ولو فيها مشاكل قول لي برضو عشان نعمل فيديو اقول لك ازاي تحل المشاكل دي. فبدون كلام كتير اشوفك الفيديو الجاي. لايك وسبسكرايب وشير لصاحبك عشان ما يلبسي في فلاشه او ما يلبسي في فلاشه مضروبه. فبيس.